زكريا أبو خلال، لاعب المنتخب الوطني، اللاعب الخلوق، اللاعب المتدين. هذا اللاعب تعرض لحملة إعلامية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا بخصوص الحركة اللي كيدير ديال الشهادة. حد هنا ما عندناش مشكل، لأن ألمانيا أو الدول الأخرى الأوروبية عندهم حرية التعبير وشغلهم هذا كيقولوا اللي بغاو ويعتقدوا اللي بغاو، لأن الهوية ديالهم كتختلف على الهوية ديالنا، والثقافة ديالهم كتختلف على الثقافة ديالنا، والدين ديالهم كيختلف على الدين ديالنا. ولكن الشيء المؤسف هو تنوض جريدة إلكترونية واتهم اللاعب زكريا بوخلال بالتطرف الديني. بالله عليكم، واش واحد كيصلي وداخل سوق راسو وكيدير الخير ومتبع الدين ديالو ومتبع طريق الله ودير للزوجه ديالو اللباس الشرعي، واش هذا متطرف في نظركم؟ واش الحريه الفرديه كتجلى عندكم غير في التعري وفي المثليه؟ واش في نظركم الانسان ما عندوش الحق انه